يا ترى مين هو أول لاعب مصري مارس لعبة الاسكواش؟ أول مصري يمارس لعبة الاسكواش وظهر في البطولات هو عبد الفتاح عمرو. عبد الفتاح عمرو كان دبلوماسي مصري سافر انجلترا سنة 28، وهناك اتعلم الاسكواش لأنه في الحقيقة ما كانش بيلعب اسكواش، هو كان بيمارس لعبة التنس. اتعلم الاسكواش في انجلترا وابتدى يمارسها، وهناك قدر يعمل إنجاز لما فاز ببطولة بريطانيا للهواة وبريطانيا المفتوحة من سنة 31 لسنة 38. الإنجاز إنه قدر يجمع بين البطولتين 5 مرات في نفس السنة. ده كان إنجاز اتسجل في موسوعة جينيس ريكورد وقتها. اعتزل عبد الفتاح عمرو وهو في قمة تألقه سنة 38، كل ده وهو لاعب هاوي ما احترفش الاسكواش، وفضل استكمال عمله الدبلوماسي لحد ما اترقى وبقى سفير مصر في انجلترا. في الاربعينات ظهر بطل مصري جديد هو محمود عبد الكريم، وقدر يفوز ببطولة بريطانيا المفتوحة من سنة 1946 لسنة 49. بعد كده استلم منه راية الاسكواش في الخمسينات إبراهيم أمين، اللي فاز ببطولة بريطانيا سنة 56 وسنة 1960. بعديهم جه عبد الفتاح أبو طالب وقدر يفوز بالبطولة 3 سنين متتالية من سنة 1963 لسنة 1965. أطول مباراة في تاريخ الاسكواش واللي اتسجلت برضه في موسوعة جينيس ريكورد، كان بطلها هو جمال عوض المصري، واللي كان بيلعب ضد جهانشير خان سنة 1983 في نهائي بطولة تشيتشستر المفتوحة. وكان الشوط الأول لوحده ده حكاية تانية خالص، كان جمال متأخر في النتيجة 8-1 وكان فاضل نقطة واحدة عشان يخسر الشوط. جمال قدر يحول تأخره لفوز من 8-1 ل10-9 بعد شوط طويل ومرهق قعد ساعة كاملة و11 دقيقة، لكن من الواضح ان هو خلص مجهوده البدني بالكامل في الشوط ده، لانه للأسف بعد كده خسر ال3 أشواط وفاز جهانشير خان بالمباراة. صحيح هو خسر المباراة لكن كسب احترام العالم كله. المباراة دي قعدت 2 و48 دقيقة في رقم صعب ان هو يتحقق تاني. باكستان قدرت تسيطر على لعبة الاسكواش تقريبا من منتصف السبعينات لمنتصف التسعينات، ومع كده برزت من مصر اسماء كتيرة في الفترة دي، لكن قوة اللعيبة الباكستانيين كانت كبيرة في الوقت ده، وانجازات اللعيبة المصريين كانت قليلة شوية. لكن في الفترة دي لمعت اسماء كتير، منها على سبيل المثال جلال علام، مجدي سعد، فوزي عامر، عباس قعود، محمود برادة، أمير وجيه. سنة 1996 نظمت مصر بطولة الأهرام الدولية الأولى للاسكواش، وده سلط الضوء والإعلام في مصر على لعبة الاسكواش، واللي ابتدت شعبيتها تزيد في مصر وبدأ الاهتمام بيها بعد البطولة دي، وكانت انطلاقة قوية للعيبة المصريين عشان يتألقوا ويبتدوا يستعيدوا مكانة اللعيبة المصريين تاني. ومنهم على سبيل المثال أحمد برادة، عمر البروسي، أحمد فايزي، كريم المستكاوي، وعمرو شبانة. هنقف شوية هنا مع عمرو شبانة، لأن عمرو الحقيقة أول لاعب مصري احتل قمة التصنيف الدولي للعيبة المحترفين، وده كان لمدة 33 شهر متتالي، يعني تقريبا قعد حوالي 3 سنين. في الفترة دي شبانة وصل ل4 نهائيات في بطولة العالم وما خسرش فيهم ولا نهائي، يعني كل النهائيات اللي وصلها كسبها. بعد كده استلم منه راية الاسكواش كريم درويش اللي تصدر التصنيف 11 شهر. السيدات برضو كان ليهم نصيب من التألق بس كان متأخر شوية. البداية كانت مع إنجي خير الله اللي وصلت لأعلى تصنيف ليها في المركز ال11، وكان معاها في الفترة دي أمنية عبد القوي.
وقدروا يفوزوا ببطولة العالم للسكواش للناشئين سنة 1999. بعديهم استكمل المسيرة رنيم الوليلي، نور الشربيني، نور الطيب، نوران جوهر. الحقيقة انه من سنة 2016 مصر قدرت تسيطر على عرش الاسكواش العالمي، واكتسح ابطالها جميع البطولات الدولية، وابتدى اللاعبين المصريين يتبادلوا قمة التصنيف العالمي للعبة. ووصلت قوة مصر في اللعبة ان اللعيبة الاجانب بقوا بيعملوا معسكراتهم التدريبية هنا في مصر لقوة اللعيبة المصريين وقوة مدربينها. دلوقتي في حوالي 120 دولة تحت راية الاتحاد الدولي للسكواش، واللعبة بتمارس في حوالي 150 دولة، وبيلعب اللعبة حوالي 25 مليون شخص. وبالرغم من الانتشار الكبير للعبة، اللي انه من الغريب ان لعبة السكواش ولا مرة دخلت دورات الالعاب الاولمبية، بالرغم من المجهود الكبير المبذول من المسؤولين عن اللعبة ونجوم اللعبة الكبار اللي كانوا بيحاولوا ان اللعبة تدخل دورات الالعاب الاولمبية، الا ان كل مرة كانوا بيفضلوا لعبة تانية عن السكواش. وللأسف برضو لعبة السكواش مش هتبقى موجودة في الدورة الأولمبية اللي جاية باريس 2024. نتمنى ان اللعبة تدرج ضمن جدول الألعاب الأولمبية قريب، وتفضل سيطرة اللعيبة المصرية على لعبة السكواش عشان نضمن على الأقل ميداليات لمصر في الفترة اللي جاية.